بالنسبة لي الفيلم العربي المفضل هو فيلم الإرهاب والكباب لعادل إمام. المسلسل العربي المفضل مسلسل الصياد ليوسف الشريف. الفيلم الأجنبي المفضل هو فيلم ذا دارك نايت لكريستيان بيل وكريستوفر نولان. المسلسل الأجنبي المفضل جيم اوف ثرونز. والأنمي المفضل بالنسبة لي هو أتاك اون تايتن. قلت اما انزل اسال الناس عن رايهم عن افضل فيلم عربي، افضل مسلسل عربي، افضل فيلم اجنبي، افضل مسلسل اجنبي، وافضل انمي، واللي يطلع شبه هديله 20 جنيه. فيلا نشوف الناس قالت ايه. اسمك ايه؟ اسمه حضرتك حسام. حسام؟ ازيك يا حسام، عامل ايه؟ الله يسلمك، الحمد لله في نعمه. احنا بنصور البرنامج، تمام؟ هسألك 5 اسئله عن رايك الشخصي في احسن فيلم عربي، احسن فيلم اجنبي بالنسبه لك، احسن مسلسل عربي، احسن مسلسل اجنبي، واحسن انمي. تمام. وانا كاتب في الورقه هنا الحاجات دي بالنسبه لي انا، لو طلعت شبهي على كل حاجه هتاخد 10 جنيه. اتفقنا؟ اتفقنا. انا عامه بحب عادل امام. تمام. هو ليه افلام كتير حلوه بس الفيلم اللي علق معايا بتاع انا قرب على فكره. احسن فيلم بالنسبه لي فيلم لعادل امام، فانت كده قربت، فاختار بقى فيلم لعادل امام هيبقى هو ده الفيلم. فيلم سلام يا صاحبي. سلام يا صاحبي. طب من الله، ده الفيلم مش هو الفيلم ده اللي قريب لقلبي جدا. اشمعنى سلام يا صاحبي؟ لا عشان هو الفيلم ده بيحكي عن قصه، يعني قصه صاحب لصاحبه، مش زي ما انت بتشوف اليومين دول طبعا. صاحب بيبقى مع صاحبه كده دلوقتي طبعا. حلو بقى. انا الفيلم المفضل بالنسبه لي فيلم الارهاب والكباب. تمام. طيب نخش على المسلسل. ايه احسن مسلسل مصري انت شفته؟ عامة محمد رمضان بتفرج له طبعا، ما فيش مسلسل ما بتفرجش عليه. المسلسل اللي علق معايا بتاع البرنس بأمانة الله. اشمعنى؟ المسلسل ده علق معايا جدا. انت بتتكلم جد؟ بيحكي عن يعني اب انت سند لابوك، اللي هو بعد ما يكبر اللي رباك بتبقى انت سنده. لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. تمام، ده وجهة نظر تحترم. بس انا احسن مسلسل بالنسبه لي مسلسل الصياد بتاع يوسف الشريف. تمام. طيب بتتفرج على افلام اجنبي؟ يعني مش قوي، يعني افلام اجنبي ممكن محمود صاحبي بيتفرج عليها بصراحه. محمود صاحبي بيحب الاجنبي. محمود صاحبي. طب انت اتفرجت على فيلم اجنبي ايه وعجبك قبل كده؟ يعني انا كنت بحب كريشنا بصراحه، بس مش فاكر له افلام. كريشنا بس مش فاكر له افلامه. كنت بحب افلامه جدا لان هو يعني عنده شخصيه ما شفتهاش عند حد بيمثل بصراحه. تمام. طب ومسلسل، هل شفت مسلسلات اجنبي قبل كده؟ لا اجنبي بصراحه لا. طيب تسمع عن الانمي؟ لا المسلسلات اللي هي الكرتون دي لا، ما جاتش معايا خالص. الورقه هي اللي فيها اسامي الحاجات. الارهاب والكباب، الفيلم الاجنبي ذا دارك نايت، المسلسل العربي الصياد، المسلسل الاجنبي جيم اوف ثرونز، الانمي اتاك اون تايتن. اتاك اون تايتن. بتفرج على الحاجات دي حلوه. تمام. انا والله شيل ايدك من مناخيرك، عايز تنخرب قول ستوب، يديك 5 دقايق نخربها على جنب. نتعرف بحضرتك؟ علاء الدين محمد. ازي حضرتك يا استاذ علاء؟ الله يخليك يا فندم. حضرتك منورنا. ربنا يخليك. احنا النهارده هنسال 5 اسئله. تمام. الفيلم العربي المفضل، الفيلم الاجنبي المفضل، المسلسل العربي المفضل، المسلسل الاجنبي المفضل، الانمي المفضل. في الورقه دي انا كاتب الحاجات المفضله بالنسبه لي. لو انت طلعت شبهي في حاجه على كل سؤال بتاخد 20 جنيه. تمام. اتفقنا؟ الفيلم العربي المفضل بالنسبه لك؟ الزوجه الثانيه. الزوجه الثانيه. اشمعنى الزوجه الثانيه؟ يعني من واقع الريف المصري بيعبر عن حاجات عمق الريف المصري فعلا يعني. وقصه واخراج وتمثيل طبعا صلاح منصور وسعاد حسني. حاجه محترمه يعني. طب حلو. انا الفيلم العربي المفضل بالنسبه لي مش الزوجه الثانيه، بس هو فيلم لعادل امام. فلو انت قلت لي الفيلم المفضل ليك لعادل امام وقلت هو الفيلم، هتاخد ال 20 جنيه. طيب اقول لحضرتك النمر والانثى. النمر والانثى؟ لا مش النمر والانثى. انت بالنسبه لك احسن فيلم بالنسبه لك عادل امام النمر والانثى؟ انا احب طيور الظلام لعادل امام. طيور الظلام. اشمعنى طيور الظلام؟ يعني لا من الواقع. بالقوة السياسيه مختلفه كده. هو طيور الظلام تاني فيلم بالنسبه لي، لكن انا الفيلم المفضل بالنسبه لي الارهاب والكباب. تمام. بالنسبه للمسلسلات، بتتفرج على مسلسلات؟ ايوه طبعا. بتتفرج على المسلسلات اللي هي في رمضان ولا بره رمضان؟ لا غالبا بيبقى في رمضان. غالبا. طب ايه اكتر مسلسل عجبك حبيته قبل كده في رمضان؟ كتير يعني. اكتر مسلسل؟ ليالي الحلميه. ليالي الحلميه. اوه. في حاجات كتيره يعني. انا بالنسبه لي المسلسل المفضل العربي الصياد. بالليك في الافلام الاجنبي؟ يعني مش قوي يعني. ايه اكتر اخر فيلم اجنبي اتفرجت عليه وعجبك؟ اخر فيلم اجنبي شفته وعجبني هو مايكل دوجلاس، كان اسمه كيرك دوجلاس. كيرك دوجلاس. ايوه والده مايكل دوجلاس كان عامل فيلم الفايكنج تحفه والله. القديم القديم تحفه. طب انت اتفرجت على مسلسل فايكنجز الجديد؟ المسلسل بتاعه كتير قوي يعني، بس لو شفت الفيلم القديم الفايكنج بتاع كيرك دوجلاس وتوني كيرتس حاجه روعه. انا الفيلم المفضل بالنسبه لي ذا دارك نايت. بتاع فيلم ذا دارك نايت بتاع باتمان والجوكر بتاع حاجات كوبانتو الشباب بقى. دي حاجات الجديده لحد كان معظم افلام الويسترن. الحاجات. فيلمك العربي المفضل؟ عمر المختار. عمر المختار. اشمعنى عمر المختار؟
لانها قصه واقعيه بتشرح القضيه الليبيه بشكل خاص والقضيه العربيه بشكل عام. بدليل المخرج اتسال في بعض من الصحافه العالميه، قالوا له ليه ما جبتش ممثلين عربي يمثلوا القضيه العربيه؟ فقال شغف الحماس مش هيبقى زي لما تجيب ممثل عالمي في كل بلد ايجابي على مستوى العالم مش على مستوى العرب بس. ازاي الاسلام نشر العفو والمغفره عند كل الاديان. حلو. طيب بالنسبه للمسلسل العربي المفضل ليك؟ اخرهم فرقه ناجي عطا الله والاستاذ عادل امام. عادل امام. فرقه ناجي عطا الله. لان لما احنا نريد سلما وما نريدش ولا نريد حربا وكده. ما شاء الله. بتحب تتفرج على افلام اجنبي؟ بالطبع. ايه اكتر فيلم اجنبي حبيته؟ اكتر فيلم اجنبي حبيته هو الافنجر. انهي جزء؟ هو الاربع اجزاء. اكتر واحد فيهم حبيته اللي هو الثالث. لكن الاخير انفينيتي وور. حبيت انفينيتي وور. لكن الاخير في نهايته ما كانتش بالتاثير الايجابي قوي. ايه اللي ضايقك في نهايه اندي جيم؟ يعني مثلا المفروض يبقى النهايه ما تكونش محدده في مكان واحد، لا يبقى متفرقه في كل مكان، وكل مكان يبقى ليه قصه. ده يدي حماس للجمهور اكتر، اللي يبقى الجمهور متشتت. هل يا ترى النهايه هتخلص هنا ولا هنا؟ طب النهايه هنا خلصت سعيده، هناك هتعمل ايه؟ البطل هنا عمل ايه؟ البطل هنا عمل انقذ صحابه. هنا البطل هنا ليه مثلا ليه اصحابه زي مثلا الرجل الحديدي ايرون مان. بتقول ايه؟ يعني زوجته في اخر الفيلم جت معاه، مش عارف المفروض تبقى زوجته في احداث تانية وهو في احداث، وفي الاخر يتجمعوا، لكن كل جاب حتى الدكتور جه معاهم كل الاحداث. اسكت انا بقول لك اسكت. طيب ايه اتفرجت على مسلسل اجنبي قبل كده؟ اتفرجت على مسلسل اجنبي اللي هو الجديد لما مملكه الخواتم الجديد. وعجبك ولا لا؟ عجبني. ما عجبش ناس كتير. هو عجبني. بص هو عجبني لا في بداياته ولا في نهاياته. في الوسط بس هو اللي عجبني. ليه؟ كان بيحكي قصه واقعيه ما قبل سيد الخواتم ما قبل الهوبيت. دي القصه الواقعيه اللي احنا انت اصلا بتحب مملكه الخواتم؟ انا بحب القصه ذات نفسها، انا بحبها. يا خرا شنو هذا؟ دي حاجه انا حاببها عشان اقيمها في الاخر. انت اتفرجت على انمي قبل كده؟ ايه؟ انمي. اتفرجت على انمي. ايه اكتر انمي حبيته؟ مش فاكر اللي هو قصه لعبه. حكايه توي ستوري. انهي جزء؟ كل الاجزاء. ده اختيار حلو، ده فيلم الطفوله بالنسبه لي. ايه الفيلم العربي المفضل بالنسبه لك؟ ولاد رزق. ما تكملش كلام، ما تكملش، ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش. انا الفيلم العربي المفضل بالنسبه لي فيلم الارهاب والكباب. طيب ايه المسلسل العربي المفضل بالنسبه لك؟ المسلسل العربي ملوك الجدعنه. ملوك الجدعنه. تضحكوش ليه؟ اشمعنى ملوك الجدعنه؟ عشان مصطفى شعبان. طبعا مصطفى شعبان ممثل جميل وكل افلامه كويسه وفيها هدف. طيب بتتفرج على افلام اجنبي؟ مش قوي يعني، مثلا اتفرجت على فيلم بلاك ادم اول ما نزل. بلاك ادم. طب ايه اكتر فيلم اجنبي عجبك؟ هو بصراحه بلاك ادم، لان ده بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشق واحده في قلبي. اتفرجت على مسلسلات اجنبي قبل كده؟ لا بصراحه. مسلسلات اجنبي مالكش؟ طب انمي او فيلم كرتون؟ لا برضه مالكش قوي في الافلام الكرتون. ايه الفيلم العربي المفضل بالنسبه لك؟ فيلم الخليه. اشمعنى فيلم الخليه؟ هو بصراحه عشان الفنان احمد عز، بصراحه انا بحب تمثيله رائع جدا. وبالنسبه لو قلت لك المسلسل العربي المفضل بالنسبه لك؟ المسلسل العربي الاسطوره. محمد رمضان طبعا. طيب هل انت بتتفرج على افلام اجنبي او مسلسلات اجنبي؟ لا بصراحه. مالكش في الاجنبي. انت اتفرجت على انمي قبل كده او كرتون او ايا كان؟ لا بصراحه. احسن فيلم مصري هو ممكن مش احسن فيلم بوجهه نظر للناس، لا من وجهه نظرك بس، ده اهم حاجه. تمام. الفيلم بتاع بوشكاش. انا ممكن اقعد اعيده كل شويه اتفرج عليه اضحك. ده كده عظمه قوي.
هو الافيهات اللي فيه بتاعت محمد سعد فظيعه. انا الفيلم المفضل العربي بالنسبه لي الارهاب والكباب. تمام. المسلسل المصري، ايه اكتر مسلسل مصري بتحبه؟ طبعا ما فيش غيره. لن اعيش في جلباب ابي. ده اساسي. اشمعنى لن اعيش في جلباب ابي؟ فظيع الصراحه، قصه نور الشريف يعني عامل دور بطريقه فظيعه جدا. صح انا كده، انا مش كده يا فاطمه. ايه اكتر فيلم اجنبي بتحبه؟ ميشن امبوسيبل اكيد. انهي جزء؟ كل ميشن امبوسيبل. انت بتحب توم كروز؟ طبعا. بتحب نزل توم كروز لازم اخش على طول. اشمعنى ميشن امبوسيبل؟ انا بحب جو اكشن والمغامرات بتاعته كده. مسلسل اتفرجت على مسلسلات اجنبي قبل كده؟ اللي هو لا كاسا دي بابل. ده المفضل بالنسبه لك؟ طبعا. اشمعنى؟ طبعا لا هي قصه جميله جدا، وقصه بقى ان كل شويه يطلع حاجه غير متوقعه. دي لوحدها قصه لوحدها. طيب الانمي، ايه اكتر انمي حبيته؟ في وان بيس ده بحبه جدا. بحب برضه، انا راجل كوميدي برضه في الاخر. بحب يعني لوفي وزورو كده بيعملوا جو جميل الصراحه. انا الانمي يعني ده الانمي المفضل بالنسبه لك وان بيس. انا الانمي المفضل بالنسبه لي اتاك اون تايتن. طلع بعيده خالص. مفيش ولا حاجه متشابهه. دي الورقه اللي فيها الحاجات بتاعتي: الارهاب والكباب، دارك نايت، الصياد، جيم اوف ثرونز، اتاك اون تايتن. تمام. ايه اكتر فيلم عربي بتحبه؟ كده رضا. اشمعنى كده رضا؟ بحب احمد حلمي جدا. بتحب احمد حلمي؟ فكره الفيلم حلوه اصلا. وفكره الفيلم حلوه جدا. هو كده رضا من توب 10 بالنسبه لي. توب 10 قليل والله. والله ما بهزر. لكن انا الفيلم المفضل بالنسبه لي انا الارهاب والكباب. حلو. بتاع عادل امام. ايه اكتر مسلسل عربي بتحبه؟ 30 يوم بتاع باسل الخياط. 30 يوم كان اسمه 30 يوم؟ 30 يوم بتاع باسل الخياط وآسر ياسين. ايوه بالظبط. ليه دي اكتر مسلسل بتحبه؟ بحب باسل الخياط جدا. شخصيته حلوه. في المسلسل سايكوباتي. فكان رايق. من توب 5 بالنسبه لي كمسلسلات. انت بتقرب مني ولا انت بترقع لي؟ ده كوسه بقى بصراحه. مش معايا. لا بقى ده كوسه بقى. لا ما كله مكتوب عشان كام بيقرب عشان كام كله مكتوب. انا المسلسل المفضل بالنسبه لي مسلسل الصياد، يوسف الشريف. انت قديم. مش قديم قوي، ده 2015. مش قديم قوي ولا حاجه. اكتر فيلم انجلش بتحبه؟ اكتر فيلم انجلش انسبشن. جبتها اول 20. هو بص هقول لك على حاجه، هو نفس المخرج، هو المخرج فيلم المفضل بالنسبه لي. يعني كريستوفر نولان هو مخرج الفيلم المفضل بالنسبه لي. كده طب خد واحده تانية. توقع انت، هديك واحده توقع. والله بص انا اكتر حاجه لكريستوفر نولان. لا انا في فيلم تاني معلش انا نسيت. فيلم ايه؟ ذا سيكريت ويندو. انا الفيلم المفضل بالنسبه لي ذا دارك نايت. جامد. ذا دارك نايت حلو. انا انسبشن احلى، ما اعرفش ايه اذواق اكيد. هي اذواق. انسبشن برضو بالنسبه لي انا بحبه جدا يعني. طيب بالنسبه للمسلسلات الانجليش دي المفروض هجيبها. انت لو جبت حاجه ثانيه بص توب 2 انا عايز المفضل بالنسبه لك، ما تحاولش تتوقع. لا مش هتوقع. انا بالنسبه لي بريكنج باد طبعا ما فيش خلاف عليه ابدا. بريكنج باد. انا الثاني بيكي بلايندر. لا جيم اوف ثرونز. ما بحبوش. ما بتحبش جيم اوف ثرونز؟ شفته؟ ازاي ما بتحبوش؟ ما بحبوش خالص يا راجل. والله يعني هو حلو بس ليه جمهوره اكيد، بس مش ذوقك. بالظبط مش ذوقك. هو عموما يعني بريكنج باد الذوق المختلف خالص لجيم اوف ثرونز. برافو عليك. صح بالظبط. لكن انا بحب الاثنين عادي يعني. رايق. طيب بالنسبه للانمي انمي قصير ولا بيبقى حلقات كتيره؟ اكتر انمي حبيته عباره عن قصير. اكتر انمي حبيته سواء قصير او حلقات ديث نوت طبعا اساسي. جميل. اتاك اون تايتن اكيد. اختيارك ايه؟ يبقى واحد منهم انت. هو واحد منهم انا. هو قال ديث نوت واتاك اون تايتن. بس انا عرفت انت ايه. وانا مش هقول اللي انا بحبه، هقول اللي انت بتحبه. اللي هو ايه؟ اتاك اون تايتن. صح عشان قال لي جميل في الاول ومش هو اتاك اون تايتن. ادي اول واحد يكسب معانا النهارده حبيبي. اتفضل. ده 10. ما تخليهم 30. اتفضل. هم 20 حلوين قوي، كانوا 10 في الاول اصلا. اول اخيرا لقيت حد شبه في حاجه النهارده، واول واحد يكسب معانا اختار اتاك اون تايتن. بس انت بالنسبه لك بامانه اتاك اون تايتن ولا ديث نوت؟ لا اتاك اون تايتن بجد. لا مش هاخدها منك. بتحب الافلام علي؟ ايه اكتر فيلم مصري بتحبه؟ فيلم اي فيلم احبه. بتحب؟ طب مين اكتر ممثل بتحبه؟ حسن شاكوش. في ايه بينك وبينها
حسن شاكوش اكتر ممثل بتحبه؟ ده ليه افلام عظيمه عظيمه عظيمه، انا بموت فيه عموما. اكتر فيلم بتحبه لحسن شاكوش؟ اول فيلم اللي غنى فيه. اول فيلم غنى فيه. طب ايه مين اكتر اغنيه بتحبها لعادل امام؟ عادل امام. هنبدا معاك بالفيلم المصري. لا هنبدا بالانمي. بالانمي. ايه الانمي؟ اتاك اون تايتنز. اتاك اون تايتنز ده احسن حاجه البني ادم عملها في حياته اصلا، البشريه عملتها. طيب وادي اول 20 جنيه. لا ده بكفر كمان، خلي بالك ده وحسن صاحبي احب اقول له شكرا ان انت اديتني الموبايل واديتني الكفر وما رضيتش تحتفظ بيه. لا 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 ده في مؤامره، ده بالكفر. يعني احسن حاجه بجد 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 انا شفتها في حياتي، مش في مسلسل ولا في فيلم ولا في القصه ونفسها وكل حاجه والانيميشن والرسم بتاعه. لا المسلسل ده يعني فعلا بقى بجد ده اللي فاهم الناس يعني ايه انمي ويعني ايه كرتون وكده. انا عايز اقول لك على حاجه، انا كشخص ما كنتش بحب حاجه اسمها انمي، فشفت اتاك اون تايتن، فبقى بالنسبه لي اتاك اون تايتن اعظم حاجه شفتها في حياتي. بالظبط بالظبط والله العظيم. انت خير من واحد. لا انت بجد اصلا انسان جاله الفكره دي وعملها بجد، اقسم بالله ده ليفل تاني. طيب عمر شكله هيبتدي يقلبنا بدري واول 20 جنيه. ماشي اتفقنا. ماشي. طيب بالنسبه للفيلم العربي، ابراهيم الابيض. ابراهيم الابيض يا نهار اسود. ابراهيم الابيض فيلم عربي بالنسبه له ابراهيم الابيض. ابراهيم الابيض طبعا احسن احسن احسن. طبعا في افلام قديمه جامده بس ابراهيم الابيض لا، يعني ابراهيم الابيض ده الفيلم ده اسطوري. عموما هو انا مش ابراهيم الابيض الفيلم، انا الثاني ده فيلم مفضل بالنسبه لي. يعني انا الحمد لله انا اخترت، انا كنت قاعد بينه وبين الارهاب والكباب. الارهاب والكباب جامد، فانا فضلت الارهاب والكباب. طبعا مشهد الاتوبيس بالذات، فانا فضلت الارهاب والكباب. لا الارهاب والكباب جامد. فانا فلتت من الناحيه دي. عمر عمال ده اقرب واحد تقريبا. ماشي. طب هناخد 10 جنيه ولا ايه؟ الجاي ماشي. طيب بالنسبه للمسلسل المصري. مسلسل مصري، بص هو في مسلسلات كتير حلوه بس انا بالنسبه لي مسلسل ممكن يعني حتى جيل انا ما كنتش بتفرج عليه قوي، احاديث الصباح والمساء. يعني انا بحب المسلسل ده جدا بتمثيله بفكرته بالتتر بتاعه كل حاجه فيه. حديث الصباح والمساء بصراحه مسلسل عظيم. انا المسلسل المصري بالنسبه لي الصياد. الصياد جامد فشخ. الصياد الصراحه. الصياد الصراحه مسلسل حلو. مسلسل انا كنت بستنى الحلقه رغم الحلقه بتنزل في رمضان على طول. انت عايز مسلسل انجلش؟ مسلسل انجلش مفضل بالنسبه لي. يرضي الناس ولا عايز مسلسل انجلش عمر الواقع؟ اللي انت بتحبه. انا اللي بحبه مسلسل مش مشهور قوي. ايه هو؟ ديكستر. ديكستر ليه مش مشهور؟ ده مشهور. لا بس مش يعني مش زي مثلا، يعني انا مثلا برضه بحب بيكي بلايندرز. اوكي. بحب بريكنج باد طبعا. اوكي. بحب يعني في مسلسلات كتير مشهوره. ما جابش سيره المسلسل اللي انا بحبه. ايه لا كاسا؟ لا طبعا. لا اكيد مش لا كاسا. يعني باحترام مع اي حد كرنج قوي بصراحه. يعني خالص ده مستحيل يعني. امال ايه طيب؟ جيم اوف ثرونز. جيم اوف ثرونز اخر جزء يخليك ما تحبوش. بص والله هو اخر يعني رغم هو نزله بس ستيل هو بالنسبه لي المفضل. هو حلو جدا بس هو نزله بالنسبه لي بصراحه. طب بالنسبه لاخر حاجه الفيلم الانجليش اكتر فيلم بتحبه؟ يعني انا في الافلام بحب الحاجات الكرنج بقى. كرنج؟ انا هقول لك على فيلم غريب شويه ومش مشهور قوي. فيلم اسمه كليك بتاع ادم ساندلر. ادم ساندلر هي اصلا انك تحب حاجه ادم ساندلر دي ده كرنج بحد ذاته. لا وهو بقى بص كليك ده بيضحكك جدا بيخليك تعيط. اوكي. فدي معادله صعبه. هو ليه قصه يعني كبيره شويه، علاقتك بالناس وازاي بتبص لعلاقاتك وازاي بتبص للايام. يعني هو ممكن مربوط معايا بحاجه شويه كان قالها دكتور احمد خالد توفيق. كنت انتظر مرور ايام ونسيت انها عمري. انت بيجي لك وقت بتبقى نفسك الشهر يعدي عشان تقبض، نفسك السنه تجري عشان تخلص جيش، نفسك ال4 سنين يخلصوا عشان تخلص جامعه. صح كده؟ صح. المشكله ان ده عمرك اللي بيخلص، ده الوقت اللي انت المفروض تستمتع بيه، ده الوقت اللي انت المفروض اصلا تنبسط بيه. انا بالنسبه لي الفيلم المفضل بالنسبه لي هو بقى حاجه بيزك جدا. ايه بقى؟ بس ما كنتش عايز اختارها بس انا مش قادر ما اختارهاش. ذا دارك نايت. دارك نايت هو طبعا ذا دارك نايت مش لا الفيلم ده في ليفل تاني وفي حاجه تانيه وتصوير تاني لا يا عم فيلم لا عموما بص دي الورقه اهي اللي فيها الحاجات المفضله بالنسبه لي. ايوه ارهاب والكباب، دارك نايت، الصياد، جيم اوف ثرونز، اتاك اون تايتن. انت كده معانا ايه؟ انت كده معانا ال 20 كسبت 20 جنيه يا جماعه. 20 جنيه معانا. الراجل اللي قبليه على اتاك اون تايتن برضه اختار اتاك اون تايتن برضه. انت جامد على فكره يعني ماشي.
انت بدأت حياتي وعشتها الله على حلوها ومرها ولحد يوم ما ماتي لعبة لعبة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الطعابة والحلاوة دي اقسم بالله. لو على بالي يوم وليالي جوايا قلبي نهار وعذاب ومعايا. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟